السلام عليكم ومرحبا بجميع المتابعين الكرام على القناة ديالكم قناة المنهل اللي هي قناة ثقافية وتاريخية وكتهتم بكل ما هو ثقافي وكل ما هو تاريخي مغربي بالضبط. من بعد الانجاز اللي حققوه لاعبين المغاربه واسود الاطلس في كاس العالم ووصول ديالهم للمربع الذهبي، الجيران ديالنا الجزائريين من طبيعه الحال ديما عزيز عليهم انهم ينكدوا على المغاربه ويشوفوا فين منين يشوشوا عليهم. هاد المره هادي جاو دخلوا لذاك اللقب اللي كياخذوه المغاربه او اللاعبين المغاربه اللي هو اسود الاطلس، وخرجوا كيقول لك بان اسد الاطلس فهو اسد جزائري، وان الاحق بهم هو المنتخب الجزائري اللي خاصو يتلقب به. هنايا في اطار هذا الموضوع هذا فخصنا نجيبوا بعض الحقائق التاريخيه وبعض الحقائق الجغرافيه كذلك باش نجاوبوا هاد الناس هادو، وحنا كنعرفوا بانهم ما كيهتموش لا بما هو تاريخي ولا ما هو جغرافي ولا ما هو علمي اصلا ولا منطقي، بل هما تيعز عليهم يديروا واحد الخزعبيلات ويديروا واحد البروباغندا هكا ويديروا له شو صحفي ولا تدوينات وكذا، وما كاينش ما عندهمش منطق او شي حاجه بنيويه علاش يعتمدوا باش يدافعوا على الاطروحات ديالهم. فاذا مشينا للاطروحه الجغرافيه فغادي نلقاو ان الاطلس اولا فجبال الاطلس اللي كاينه في المغرب فهي اكثر امتدادا، وهي اللي الطبيعه ديالها متميزه وكتسمح بالعيش ديال هذاك النوع او ذاك النوع ديال الاسد اللي هو الاسد المغربي. حنا كما كنعرفوا بان في المغرب فكتمتد واحد ثلاثه السلاسل ديال الاطلس. عندنا الاطلس المتوسط والاطلس الكبير والاطلس الصغير، وكلهم سلاسل اللي كتميز بواحد الظروف اللي هي تضاريسيه مختلفه بزاف وحتى مناخيه، وهي اللي كتسمح بالعيش ديال هذا الكائن الحيواني، بحيث ان وفي الحين ان الجاره الشرقيه ومعها تونس فهما كيتضمنوا جبال الاطلس او الاطلس الصحراوي والاطلس التلي، وهادو فالجغرافيا ديالهم او البيئه ديالهم ما كتسمحش لعيش هذا الاسد البربري او اسد الاطلس. ولا جينا نشوفوا حتى فالتمثل الاكبر لهذه السلسله فهو كيوجد في المغرب لان فيه ثلاثه السلاسل، وكاينه كذلك اعلى قمه واعلى القمم. الا دخلنا دابا على القمم كاملين الربعه الاولين ولا الخمسه الاولين ديال هذه القمم راه تلقاهم هنا في المغرب ولا اكثر من خمسه كاع. واعلى قمه هي تبقى اللي كاينه في النواحي ديال مراكش وكتوصل حتى ل 4167 متر. واسد الاطلس او الاسد البربري والموطن ديالو الاصلي فهو المغرب، ايكولوجيا فهو الموطن ديالو هو المغرب، واخر مره تشاف في المغرب، وكاينين ناس اجنبيين وحتى الصياده الفرنسيه اللي كانوا كيدخلوا كيصيدوه في البراري وفي الجبال المغربيه فعندهم صور. واخر مره تشاف هذا الاسد هذه فكانت في سنه 1922. وهاد الفاصله هذه راه غتقلب عليها في العالم كامل تلقاها باقي كتعيش في المغرب وبالضبط في حديقه الحيوانات او في الحديقه الوطنيه للحيوانات اللي كاينه في العاصمه الرباط، وكيتعتبر المغرب هو البلد الوحيد في العالم اللي مازال تتوجد فيه هذه الفاصله هذه من الاسود النادره، وتقريبا كاينين شي 40 اسد اللي كاينين في المغرب. هاد اسد الاطلس او اسد الاطلس المغربي فهو رمز المملكه، كنلقاوه في الشعار ديال المملكه ديال اسدان متشبتان بداك بدرع تيحمل التاج الملكي وفيه النجمه الخضراء الخماسيه. اذا الشعار ديال المملكه راه كنلقاو فيه الاسدين في الجانب. كذلك اسود الاطلس هو كذلك اللقب اللي كيطلق على المنتخب الوطني لكره القدم، والعالم كامل راه تيعرف بان تقول لهم اسود الاطلس راه مباشره كيمشيو للمغرب. وهذا اللقب هذا خداه تقريبا المغرب من 1970 وفي المشاركه الاولى كمنتخب افريقي او عربي كيشارك في كاس العالم في مكسيكو 1970. وكما كتشوفوا هنايا راه عندنا صور ديال جبال تبقال وصور ديال هذا الاسد الاطلسي. اذا فهاد الناس هادو سبحان الله ما تعرفش ما عرفت مالهم.
وسميتو راه كاينين اشاعات وما عرفناش واش حقائق او ولا اشاعات انه كيقول لك ان ظهر هذا الاسد هذا من بعد الانقراض ديالو دابا ديال اكثر من 50 سنه. فكاين اللي كيقول لك بانه تشاف، وكاين واحد البرنامج كيدوز في التلفازه المغربيه سميتو امودو، وراه كيديروا دابا داروا واحد الروبورتاج او واحد السلسله في الموسم 14 على واحد تيقلبوا على الاسد، ومشاو تيقلبوا على واحد السيد اللي قال لهم شفت الاسد، ومن خلال دوك الوصف اللي عطاهم وداك الشيء فهو اسد الارض البربري والاسد المغربي واسد الاطلس، ولكن ما حد مازال ما شافوش. فتيبقى داك الشيء علميا ما يمكن ليناش نصدقوه. اذا فلحد الان راهو ما تيديروا ابحاث ديالهم بمشاركه ديال جمعيين وجمعيات كتعتني بما هو حيواني او تهتم بهذه الحيوانات اللي في طور الانقراض. فهم كيقلبوا في جبال الاطلس المغربيه ورصدوا بزاف ووضعوا بزاف ديال الكاميرات الليليه للتصوير الليلي باش يشوفوا واش هذا الاسد واش كاين فعلا ولا ما كاينش. وباش كيتميز هذا الاسد او اسد الاطلس المغربي، فكيتميز بالفروه ديالو الداكنه الكثيفه، وكيتميز كذلك بانه تيكون قصير شويه هو لانه كيعيش في الجبال، يعني ماشي بحال دوك الاسد اللي كيعيش في السافانا في افريقيا، فهو اسد كيعيش في الجبال. وكيتميز بالقصار ديال القامه ديالو وعنده قوه ديال العضلات ديالو اللي كتسمح ليه باش يتسلق الصخور الجبليه. نشوفوا هنايا شنو باش كيتميز كذلك هناك قوه العضلات وللاسف هذا سميتو تعرض لواحد الحمله ديال الصيد في الفتره ديال الاستعمار الفرنسي وقبل منها، انه كانوا تيصيدوا بزاف ديال المقيمين اللي كاينين في المغرب، وتعرض كذلك من عهد الرومان هو كيتعرض للعمليات ديال الصيد، وكانوا كيديوه الرومان كيقدموا به برامج استعراضيه في الكولوسيوم، وكان كيطلقوا ليه السجناء وكيديروا سميتو مبارزه معاه. كما اللي تفرج في الفيلم ديال غلادياتور غادي يشوف غادي يعرف علاش كنهضر، ان كانوا في ذاك المسرح ديال الكولوسيوم اللي كاين في روما، فكانوا تيقدموا عروض بهذه الاسود المغربيه اللي كتصيد في المغرب وكتمشي حتى روما وكيتقدم بها عروض. وكان كذلك الفرو ديالو فكان تيتذبح وتيتخاد منه الفرو، وداك الفرو ديالو كيتميز بالجماليه ديالو. وللاسف هذا الشيء هذا كامل ادى به الى الانقراض، ولا في طور الانقراض الا قلنا نخليو واحد الامل انه باقي ما انقرضش وكاين في الجبال، لان حنا كنعرفوا بان جبال الاطلس فهي كبيره وكبيره بزاف وما يمكنش تحدها. يعني راه واخا الانسان دخل جميع المناطق ديال الاطلس سواء بالسلاسل ديالو ثلاثه، ولكن راه كاينين غيران وكاينين غابات وكاينين قمم شاهقه اللي ما وصلش لهم الانسان، وربما يكون فيهم الاسد تما. كما كاين النمير والضباع اللي عاود كلشي كان تيقول بان انقرضت في المغرب، ولكن راه شافوها الناس كاينه في جبال الريف. اذا ربما حتى الاسد علاش لا اللي ما يكونش. اذا كما قلنا فاللي باقي الان هما 40 راه كاينين في الحديقه الوطنيه، كانوا ديال الملك محمد الخامس وهداهم لهذه الحديقه هذه. والاسد البربري او الاسد الجزائري فنورمال واحد الدوله حديثه العمر ديالها لا يتجاوز 10 سنين ولا بدا ما تقلب على واحد الموضوع واحد السرديه باش تشعر المواطنين ديالها بالانتماء وبالفخر الانتماء لهذيك المنطقه الجغرافيه. غادي نشوفوا الان كيفاش تعاملوا المغاربه مع اسود المنطقه. مثلا في القرن 13 و 14 فاش كان المغرب الاوسط جزء من الوطن الام، يعني فاش كانت الجزائر تابعه للحكم المغربي، فكانوا بني مارين كيتسلاو بنو مارين او المارينيون كيتسلاو بالاسود في البلاطوات ديال فاس. اذا كانوا تيلعبوا بهم. يحكي ابن الاحمر في الكتاب ديالو انه كانت كتنظم حلقات مصارعه بين الجنود ديال المارينيين، وقبلهم كانوا كذلك حتى الوطاسيين كيديروا هذا الشيء هذا، وكانوا كيدار هاد الحلبات هادو للصراع ما بين الجنود والاسود بحال داكشي اللي قلت لكم ديال الغلادياتور في روما. واحيانا كانوا تياخذوا الاسود وكيحطوهم مع التيران وكيضربوا بهم تيخلوهم يتصارعوا بيناتهم وبقى يتفرجوا فيهم. واكد واحد الاسير صبليوني او اسباني
كتب المذكرات ديالو الاسم ديالو هو ابن الاسم ديالو مرمول كربخال، سميتو مرمول كربخال، راه هو معروف هو، والكتاب ديالو راه مشهور في التاريخ، كيهضر على المنطقه ديال شمال افريقيا وبالضبط في المغرب. واكد كما قلت لكم، اكد هذا الاسباني هذا الكلام هذا. وكذلك حتى حسن الوزان الملقب بالاسد الافريقي حتى هو اكد هادشي في الكتاب ديالو، ان ابي عنان اللي هو كان ماريني كان مبلي بهادشي ديال الاسود، وكان تيحط السجناء او الجنود في اقفاص من الخشب وكيطلقوا الاسود وتيخلي الجنود يدابزوا مع هذا الاسد هذا باش يشوفوا شكون اللي غادي يغلب، وداك الشيء كامل للاستمتاع. اذا من هنا اذا هادشي كانوا كيتعاملوا المغاربه مع الاسود في قديما، وهذا الشيء هذا هضروا فيه بزاف ديال المؤرخين. اذا الاسد راه هو اسد مغربي، والجزائر ما عندها حتى شي علاقه بالاسد، وما عمره وصل عندها الاسد. ولا بغاو الا قالوا العكس خاصهم يثبتوا علينا، يجيبوا لنا المؤرخين اش كتبوا، يجيبوا لنا الحدائق ديال واش فيهم، يجيبوا لنا دوك واش كيلقاو دوك العظام ديالهم، واش عمرهم لقاوهم في الجبال ديالهم، واش لقاو الجثث ديالهم، واش ما كاينش صوره، جيبوا لنا صوره، جيبوا لنا كتاب، جيبوا لنا شي عظم، جيبوا لنا شي جمجمه ديال الاسد في الجزائر. هادشي باش ما يمكنش تجي تقول هذه ديالي هكاك، راه ولا بدا من دليل. وهادشي هذا راه غادي تعرضوا ليه لواحد المحاسبه تاريخيه. كنت نتمنى انكم استفدتوا مع هذا الفيديو هذا، شكرا لكم على المتابعه.